ولاد كتير بيبقى عندهم دايما مشكله في الماث، خاصه في المراحل اللي فاتت دي كلها. الاقي اولياء امور بيكلموني يقول لي يا مستر امير انا ابني عندي مشكله في الماث، سواء بقى كان في الناشونال سيستم او في الاي جي سيستم او في الامريكان سيستم. دايما المشكله بتقابلك في التاسيس وانت صغير كطالب، بيبقى عندك مشكله فعلا انك مش عارف تحصل الماده العلميه دي، رغم ان احنا عارفين ان الماث والانجليش يعتبر ده كور لكثير من الانظمه، وعلى راسهم الامريكان، لان الامريكان هو ديبند في الاول وفي الاخر على الماث والانجليش. فلو ابنك من دلوقتي ما عندوش القدره ان يشتغل ماث كويس، هيبقى عنده نقطه ضعف كبيره جدا مش هتعرف تتداركها خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي احنا عملنا كورس مكثف للطلبه اللي هي اوريدي عندها فعلا مشاكل في الماث، وممكن نشتغلها اوف لاين وممكن نشتغلها اونلاين. لو انت اوريدي في اسكندريه ممكن تشرفنا في فرع جناكليس، ولو انت اوريدي بره اسكندريه فانت اوريدي ممكن تشتغل اونلاين بشكل كبير جدا جدا مع ستاف قوي جدا من الاساتذه اللي دايما تركيزهم وشغلهم الشاغل ان يرفع مستوى ابنك من مستوى مش افضل حاجه لمستوى قوي جدا. اعتقد هيبقى فرصه عظيمه انك تبعت لي دايركتلي على الواتساب اللي هيظهر لك، وان شاء الله بالتوفيق لكل اولادنا وبناتنا، وعمر الماس ما هيكون مشكله مع ماث هاوس باذن الله. اشوفك دايما على خير. معك امير حميد.